يا هلا والله. على الأغلب هذا الفيديو راح يكون مختلف عن بقية الفيديوهات اللي قدمتها، لكن حسيت انه هذه الفكرة او هيك طريقة راح تكون اقرب للمتابعين بحيث اوصل الفكرة. قبل كم يوم بالشغل اجاني فد رجل كبير بالعمر، فكنت مشغل قرآن بالمجمع، اشترى لش كم شغلة وراد يطلع. فاثناء ما راد يطلع سمع آية من القرآن، وهاي الآية هي بسم الله الرحمن الرحيم: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فالرجل رد علي وقال لعد هو وين العذاب؟ احنا يمتى يلوحنا عذاب؟ فهنا أنا استغربت، قلت رجل بهذا العمر ويقول هيك حكاية؟ فقلت له حجي استغفر الله، ما يصير هذا الحكي. قال يا عمي والله احنا شايفين الضيم ومو مال العذاب، يعني احنا ما يلوحنا العذاب، خلي العذاب للي باقى وللي سوى. فهنا صار من واجبي انه ارد عليه. قلت له حجي انت صح اكبر من عندي، بس ارجو ان تتقبل هذه الكلمة. قلت له اولا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني انت من تقول ماكو عذاب يعني جاي تكذب قول الله سبحانه وتعالى. وثانيا يا حجي ترى الانسان مو هو اللي يحسب ذنوبه، بل الله سبحانه وتعالى هو الرقيب علينا، هو اللي يعرف شنو اخطأنا، هو اللي يعرف شنو سوينا زين وشنو اللي ما سوينا زين. هذا الرجل شنو كان يتصور؟ كان يتصور انه الاشخاص اللي عايشين بالدنيا فقراء وحالتهم ضعيفة هذول ما يتعذبون او ما يتحاسبون، بالعكس كل البشر يتحاسبون على الصغيرة وعلى الكبيرة. فهنا الحجي سكت شوية وقال والله يا عمي ما ادري ايش اقول لك، ودار وجهه وراح. فلذلك اللي اريد اقوله اليوم انه اولا احنا ما مدركين لكل اخطائنا، وثانيا انه اي شخص اذا اخطأ او زل بكلمة خليه يسارع بالاستغفار، لان احيانا الكلمة ممكن تكون سبب بدخولك النار. وسلامتكم.